وايه سبب الزياره المفاجاه دي؟ هيكون ايه غير الشديد القوي؟ سألت على الراجل؟ طبعا. وعرفت ايه؟ عرفت اللي حضرتك عارفاه، اللي بيغضب عليه بيرميه من فوق سطح عماره وفوق منه صبة اسمنت. وناس تانية بتقول انه عنده يخت في البحر الاحمر، اللي بيغضب عليه بيجرجره على هناك ويرميه في وسط الميه ومنه لسمك القرش. وعايزاني اصور بيت الدعاره اللي ناوي يعمله؟ لا انا اسف، لا ناوي ترمي من فوق سطح عماره ولا انت ناويه تبقي جوه بطن سمكه قرش؟ احنا ملناش دعوه بيه ولا هنقرب. حلو قوي، يبقى كده الموضوع لاغي. لاغي ايه يا اهبل؟ دي خبطه العمر اللي بيها نقدر نعمل الجورنال السياسي الاجتماعي اللي انا بحلم بيه. ازاي وانت بتقولي ان احنا مش هنقربها؟ هو لا، لكن ضيوفه دول سمك القرش اللي بيعوم بره الميه، اللي شبعوا من كتر اكل لحم البلد بنت المتعوسه دي. جميل، يبقى كده العمليه بيضه مقشره. لا، لانه جايب شركه امن، والدعاوي كانها طالعه من القصر البريطاني، ومستحيل دعوه تتسرب. لا افهم، هدخل ازاي؟ الاكل والشرب وطقم الخدمه والسيرفيس كله اتفق عليه مع فندق 5 نجوم. وبعدين؟ انت هتكون واحد من طقم الخدمه. ازاي؟ ساعات الحظ بيخدم. مدير الأغذية والمشروبات في الفندق ده أنا أعرفه معرفة شخصية، وصفحته مش بيضة، يعني هيقول لي تحت أمرك، وهخليه يعلمك ويجيب لك لبس كمان. طب انتي مش بتقولي إن في تفتيش؟ أخش بالكاميرا إزاي؟ الكاميرا هتدخل قبل الحفلة بيومين، وهتكون مخفية في مكان أنت بس اللي تعرفه، وبعد ما تخلص شغل هترجعها مكانها وتخرج فاضي زي ما دخلت فاضي يا جرسون. ولاد الايه نسوان، انما ايه زي ما يكونوا كانوا مستنيينها فرصه عشان يطلعوا الكبت اللي جواهم. شكلهم على السرير ايه؟ تحفه. ادي اللي انت فالح فيه. انا عملت اللي عليا، شوفي بقى انت هتعملي ايه. دول عاملين زي قفص الطماطم اللي عاوز فرز، لازم نرمي المفعصه والمضروبه واللي صابها العفن. احنا عاوزين التقال قوي. انت هتاخدي منهم فلوس ازاي؟ شغل مخك. لا انا شغل مخي في اي حاجه تخطر على بالك، الا دي. الخطوه اللي جايه صعبه عليا، مستحيل. انت مش هتعمل حاجه. امال مين اللي هيعمل؟ واحد معرفه قديمه، صحفي من قبرص. المهم تكوني ماليه ايدك منه. طبعا ماليه ايدي، ما هو من النوع بتاعك بس قبرصي وبيقبض كمان. بس انا هفضل بعيد، ماليش دعوه. عاوز اقول لك حاجه، ملك الغابه مش هو الاسد، ملك الغابه يا حبيب قلبي هو اللي بيصطاد الاسد. والجورنال اللي انا بحلم بيه هعمله. اطفي النور بقى عشان ورانا شغل كتير. مش عاوزه شقه واسعه. بقول لك ايه، هو الدور كام شقه ومساحته كام؟ جايز احتاج الدور كله، بس مش عاوزه حاجه في ادوار عاليه. يا راجل يا كهنه، مش انا لوحدي اللي نفسي اتقطع، ما تبص لنفسك الاول. خلينا في المهم. انا فلوسي جاهزه وعاوزه اعمل معاينه. ماشي، هستنى مكالمتك. مع السلامه. في ايه؟ موضوع الجورنال اتعرف وكذا حد سالني عليه. اللي يسالك قول له هو احنا بنعمل تنظيم سري؟ احنا بنعمل جورنال. والناس عرفت ازاي؟ مفيش حاجه بتستخبى في الوسط بتاعنا ده، ومفيش اكتر من عيون الحساد. واضح ان انتي ما قدرتيش تداري على شمعتك. شمعة ايه اللي داري عليها؟ احنا هيبقى عندنا جورنال كبير، ودلوقتي انا بجهز ومحتاجه محررين ومراسلين ورؤساء اقسام. عاطف، ده الوقت اللي لازم نكبر فيه، ولو فضلنا واقفين مكاننا هنتاكل. بقول لك ايه، انا جعانه ومخنوقه من المكتب، يلا نقوم ناكل. وانتي طبعا هتبقي رئيسة التحرير ورئيسة مجلس الإدارة.
تعالى عندي ليك خبر هايل. اكيد المبيعات زدنا قد ايه؟ حاجة أهم. مضيتي مع الوكالة الدولية للإعلان؟ برضو أهم. هيبقى في أهم من كده يعني. مبروك يا أستاذ عاطف. على إيه؟ أنت الريس اختارك تسافر معاه على طيارته الأسبوع الجاي. بتتكلمي جد؟ هو أنا عمري قلت حاجة وما طلعتش جد؟ أكيد بيقرا مقالاتي. قصدك المقالات اللي بيكتبها غيرك يا أستاذ. كله من خيرك وتوجيهاتك. طب اسمع بقى التوجيهات الجديدة. كون إن الريس اختارك تسافر معاه مع رؤساء التحرير، فده معناه إنه مبسوط من الجورنال قبل ما يكون مبسوط منك. طبعا طبعا. المهم بقى شكلك على الطيارة. ما تلاقيش، هبقى أشيك واحد. لسه خايب. انت لازم تكون بسيط على قد ما تقدر في كلامك ولبسك، لانه اكيد هينكشك. هو يحب ينكش اي حد جديد، ولو سألك عن حاجة ترد الرد اللي يرضيه هو، سامع؟ ولو سألت سؤال تسأل السؤال اللي تحس ان هو عاوز يتسأله، ويكون دمك خفيف يا عاطف. ويساعدك يا هناك لو قلت حاجة مضحكة وضحك، بس تكون لطيفة ومهذبة، سامع؟ أنا مش عارف أودي جمايلك فين. لا عارف، بس بتستعبط.